يا ترى المفروض ننشر كام فيديو في الاسبوع؟ هل ننزل فيديو كل يوم؟ ننشر اكتر من فيديو في اليوم؟ ولا ننشر فيديو واحد في الاسبوع؟ اكيد كل صانع محتوى سأل نفسه السؤال ده في يوم من الايام. اجابة مختصرة عن الموضوع ده: اليوتيوب مش بيكافئ قطر الفيديوهات، وللاسف مش بيكافئ مجهودك، والحقيقة الاسوأ من كده مش بيكافئ الجودة. طب برضو معرفناش ننشر كام فيديو في الاسبوع. بص، مبدئيا كده خلينا ندي مثالين. اول مثال لقناة تلفزيونية زي قناة MBC مصر. تفتكر القناة دي تصنيفها ايه؟ فكر كده وقول لي. ملهاش اي تصنيف معين. القناة دي بيتعرض عليها كل حاجة، وبتاخد اجزاء من الفقرات وبتنزلها على اليوتيوب. القناة بتاعتهم هتلاقي عليها محتوى رياضي، برامج ترفيهية، برامج اخبارية، افلام، مسلسلات، برامج دينية، كل اللي تتخيله بينزل على القناة دي. ده بالاضافة انهم بينزلوا فيديو كل نص ساعة او ساعة، والمفاجأة كل الفيديوهات بتجيب مشاهدات. المثال التاني لأي قناة لتقييمات الأكل من القنوات الكبيرة المعروفة. القنوات دي في الغالب بتنزل فيديو كل أسبوع، وبرضه الفيديو بينزل يجيب مشاهدات. إذا أول حاجة كده اليوتيوب ملوش دعوة بقطر الفيديوهات. نزلت فيديو كل ساعة، نزلت فيديو واحد في الأسبوع، مش هو ده اللي بيحدد نجاح قناتك. مثال زي اللي قلناه قناة MBC مصر مثلا. قناة زي دي ملهاش علاقة بكل الكلام اللي شرحناه قبل كده عن تصنيف القناة وتوحيد المحتوى والكلام ده كله. قناة زي دي بتشتغل على اساس الهويه، فالهويه بتاعتها تسمح لها انها تنزل فيديو كل 5 دقايق ويجيب مشاهدات. لكن بالنسبه لينا احنا بقى اللي محتاجين نبني الهويه بتاعتنا، المفروض يكون لينا استراتيجيه مختلفه تماما. تاني حاجه قلناها ان اليوتيوب مش بيكافئ الشخص على مجهوده، وانا هنا كلامي مش بيتعارض مع الاستمراريه، دي حاجه ودي حاجه. اللي اقصده هنا ان في شخص ممكن ينزل حاجه تافهه مش متعوب عليها وتنجح عادي، وشخص تاني بيتعب على المحتوى بتاعه بيبذل مجهود كبير. وانا شفت قنوات وقيمتها حقيقي معمول عليها مجهود جبار، ولو كان اليوتيوب بيكافئ على اساس المجهود كانت القنوات دي وصلت لارقام كبيره جدا. وتالت حاجه قلناها ان اليوتيوب مش بيكافئ على اساس الجوده. في فيديوهات متصوره برجل كنبه وجايبه مشاهدات عادي. امال اليوتيوب بيكافئ ايه؟ بص يا صديقي، اليوتيوب بيكافئ الارقام. بيبدا يحلل سلوك المشاهد ويحول السلوك ده لارقام، وهي دي اللغه اللي بيفهمها وبيحبها اليوتيوب. فمعلش عشان خاطري خد اليوتيوب على قد عقله وابدا اتعامل معاه باللغه اللي هو بيفهمها. وانا هقولك على استراتيجيه سهله ولذيذه تقدر تتعامل بيها مع الخوارزميات. بص يا صديقي، فلنفترض انك لسه رافع فيديو. اول حاجه تعملها ايه؟ اقفل استوديو اليوتيوب وابدا فكر في فيديو تاني، وابدا حدد فكره الفيديو. ويا سلام بقى لو بدات ان انت تصوره. طب احنا هنرفع فيديو جديد واحنا لسه رافعين فيديو من كام دقيقه؟ اصبر بس على رزقك. انت هتبدأ تشتغل على فيديو تاني وهتسيبه معاك ومش هترفعه. ابدأ بقى خش على استوديو اليوتيوب وتابع التحليلات. عندك رقمين وهم دول اللي يهموك، وهم دول اللي يحددوا نجاح الفيديو. اول رقم معدل النقر او CTR، وده لازم يعدي ال5 عشان الفيديو يفضل شغال. تاني رقم متوسط مدة المشاهدة، وده أضعف الإيمان يكون 40%، ما يقلش عن كده. طيب الأرقام بتاعتك حلوة، CTR أعلى من 5، معدل نقر أعلى من 40، ويا سلام لو أعلى من 50، سيب الفيديو شغال، ما تنزلش أي فيديوهات تانية دلوقتي. طب لو CTR قل عن 5 ومتوسط مدة المشاهدة قلت عن 40%، والكلام ده حصل بسرعة يمكن في أول 24 ساعة كده، بالبلدي اليوتيوب بيقولك حظ سعيد المرة القادمة. الفيديو ده دلوقتي ملوش أي أمل في النجاح. كده دفعة الاختبار تمت وارقامك مش حلوة، وما تنتظرش ان هو ينجح اكتر من كده. كده اليوتيوب جايبها لك على بلاطة بيقولك ارفع فيديو تاني حتى لو بعد 24 ساعة. دلوقتي الخوارزميات بقت مستعدة انك تنزل فيديو جديد وتديله دفعة جديدة من تاني. بل بالعكس بقى، الفيديو الجديد اللي انت هترفعه هيفوق معاك الفيديو القديم اللي معدل النقر بتاعه قل عن 5. وعلى فكرة الكلام ده انا قدامه كل يوم. في فيديوهات عندي بتموت ما بيجيش عليها تعليقات ولا مشاهدات ولا اي حاجة، مجرد ما بنزل فيديو جديد، الفيديو اللي نازل بقاله مثلا 4 أسابيع يبدأ يجيله مشاهدات وتعليقات من جديد. فالاستراتيجية اللي انا بقولك عليها دي دايما بتفوق القناة معاك. كل ما فيديو CTR بتاعه يقل عن 5 نزل فيديو جديد يفوق القناة، يصحصح معاك الفيديوهات القديمة ويعلي معاك عدد مرات الظهور اكتر واكتر. طب دلوقتي يا ابو حميد انا المحتوى بتاعي بيتعب عليه قوي، مونتاج، تصوير، بسهر عليه، اتعب عليه بالايام. او المحتوى بتاعي مثلا محتوى سفر، اكيد مش هسافر كل يوم، اكيد مش هقدر اطبق الاستراتيجية دي وكل ما فيديو يموت انزل فيديو على طول. انا محتاج لي كذا يوم عشان اقدر اعمل فيديو. تمام، حلو قوي. دي بقى تاني قاعدة في الاستراتيجية: ما تضغطش على نفسك في عدد الفيديوهات حتى لو معدل النقر قل عن 5. لو مش هتقدر تطلع الفيديو بنفس الجودة اللي انت بتشتغل بيها يبقى ما تنزلش فيديو جديد دلوقتي. بس خلي بالك،
الكلام ده ما يعديش ال7 ايام. من وجهة نظري القناة اللي ما تنزلش فيديوهات لمدة اكتر من 7 ايام يبقى هو كده بيهزر وما عندوش هدف عايز يوصله. انا اسف بس ده حقيقي، انت اصلا بتجيب المشتركين بالعافية. لو كل فيديو هتنزله كل اسبوعين مثلا، كل 3 اسابيع، يبقى ان شاء الله بقى نوصل ل100,000 على المعاش. طبعا كل الكلام اللي قلناه ده هنستثني منه محتويين. اول محتوى هو المحتوى الاخباري. المحتوى ده المفروض ان هو اي خبر جديد ينزل ترند يعمل عليه فيديو وينزله، ده ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه ده كله اصلا، هو طبيعه المحتوى بتاعه كده. تاني محتوى هو المحتوى التعليمي. المحتوى التعليمي بيعتمد على البحث اكتر من المقترحات. يعني هتلاقي واحد بيخش في السيرش كده ويقول لك انا عايز اعرف كذا ويدور بنفسه، فبيبقى في مصادر مشاهده من البحث بالاضافه للبراوز والمقترحات. خلاصه الكلام ما تنتظرش من اليوتيوب ان هو يكافئك على كتر الفيديوهات، وده لا يتعارض مع الاستمراريه. تاني حاجه مجهودك كصانع محتوى ان كان مطلوب فده ما يخلكش تنتظر انك تتكافئ بسببه. تالت حاجه جوده الفيديو وان كان مطلوب فمش ده اللي اليوتيوب هيكافئك على اساسه. الفكره كلها هي لعبه ارقام ولغه للخوارزميات، هتحبها وتفهمها وتتعامل معاها هتوصل لهدفك بدون مشاكل بغض النظر عن عدد الفيديوهات. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.